خليني اوريكم المثال اللي انا حطيته هنا. سكول فويس هو اكونت اشتغلت عليه. هو عباره عن بي تو بي بلاتفورم بتسهل التواصل ما بين الاهالي اولياء الامور والمدرسه، بدل واتساب، بدل تليجرام، بدل السوشيال ميديا. هم بيوفروا بلاتفورم فيها برايفسي، المدارس تقدر تستخدمها بشكل سهل، بتطلع تقارير، وعندهم فيتشر يعني ذكيه ورائعه جدا اسمها الاكشنبل مسج. الرساله بتوصل من المدرسه، تحتيها البوتن المطلوب من الاهل، هم محتاجين ايه من الاهل بالظبط، محتاجين موافقه، محتاجين دفع، ايا كان. وعندهم برودكت رائع جدا. لكن كان عندهم تشالنج في السوشيال ميديا، وهو انه ما كانش فيه سيستم، ما كانش فيه شكل واضح للكونتنت اللي احنا عايزين نطلعه، ما كانش فيه بلان، ما كانش فيه كونسيستنسي. لو خدتوا بالكم ده الاكونت قبل ما انا اجوين التيم. كان بنبوست في الاعياد مثلا او في المناسبات. لو عندنا ايفنتس بنعمل لها ميديا كفرج لطيف. مفيش انجيجمنت قويه. لو حد دخل الاكونت لاول مره هو مش فاهم احنا بنعمل ايه. بعد ما جينا وبكولابريشن مع كل التيم حطينا سيستم لطيف اتفقنا فيه على مسجز واضحه. وده كان اول كالندر انا اطلعها. وبعد شهرين بدأ الاكونت البرفورمانس بتاعه يتحسن بشكل كبير. من ضمن البيلرز اللي احنا كنا حاطينها هو problem and solution awareness pillar. بمعنى ايه؟ في اصلا مديرين مدارس وناس في الاي تي تيم مش واخدين بالهم ان ده مشكله، او مش حاسين ان في مشكله بان هم بيتواصلوا مع الاهل عن طريق واتساب، او ان هم حتى عندهم منصه منفصله، او انه مش حاسين ان في هيكتك، مش حاسين ان في ضغط عليهم، هم شايفين ده شيء عادي. فانا محتاج ان انا اعمل لهم اويرنس انه لا، هو في ضغط، في مشكله. المشكله مثلا ان احنا عملنا هنا فيديو وهو دمه خفيف جدا بناء على الريسيرش بتاع الاودينس اللي انا عملته، انه المعلمين بيعملوا ريلز وحاجات لطيفه جدا على انستجرام كريلز. وبدات اقول لهم ان المعلم ما ينفعش يتحمل فوق طاقته في حته ان هو يتولى فكره التواصل مع اولياء الامور. حطيناها في شكل كوميك لطيف وحطينا التكست بشكل واضح. وده كان اول ريل يبدا ان هو يفايرل. انا ما كنتش متوقعه اكتر من كده، لان انا بتكلم عن برودكت، بتكلم عن مشكله البرودكت بتاعي بيحلها. بعد كده بدانا نعمل حاجات انجيجمنت، لان احنا كمان الاكونت كان الفولور بيز بتاعته قليله جدا، فمحتاجه ان انا اعمل حاجات انجيجمنت بحيث انها تفايرل. عملنا سوري ريل برضو من التيتشرز انسايتس، ايه المشاكل اللي التيتشرز بيواجهوها في يومهم الدراسي. من ضمنها ان التيتشرز بيتحملوا مسؤوليه التواصل مع الاهل، تصحيح الواجبات والحصص الاحتياطي، وبعد الدوام كمان بيتبعت لهم رسائل انه احنا محتاجين نعرف الواجب بتاع اولادنا ايه النهارده، وبيفضل يتم التواصل معاهم على مدار اليوم. فعملنا ريل بيعكس المهام الكتير ده في التمبلت المعروف بتاع فيبي من فريندز. والريل فايرال بشكل كبير، ان هو داخل على 1,000,000 دلوقتي، والناس عملت فولو وبدا الفولور بيس بتاعنا يكبر. فده شكل اتمنى يكون المثال واضح. احنا عملنا ايه بالظبط؟ احنا عملنا مسج وحطينا consistent format. احنا عايزين نركز على الريلز، بما ان احنا لما عملنا الهوم ورك بتاعنا السلايد اللي فيها النجمه، وعملنا ريسيرش على الاودينس بتاعنا، عرفنا ان المعلمين بيستهلكوا ريلز كتير جدا. لو عملنا كده سيرش على انستجرام، كتبنا معلم مدرسه دوام، وهيطلع لك كميه ريلز وكرييتورز ده تخصصهم، هم ما عندهمش اي حاجه تانية غير ان هم بيتكلموا على دوامهم المدرسي كمعلمين، معاناتهم في الحصص الاحتياطي، الكيوردز بقى كلها اللي انا سجلتها كلها عندي وبدات اطلع منها الافكار. فده كان ده تجربتي في البيلرز في اكونت سكول فويس.